تعرف تعد من 1 ل10 بالمقلوب؟ اول مره اعرف ان بجد في حاجه اسمها عقار الحقيقه، يعني اللي بياخدوه بيقولوا كل حاجه من قبل حتى اول قلم. دي معلومه هتعرفها وانت بتتابع مسلسل بنج كلي اللي بيتعرض على شاهد. بس خليني اقول لكم بسرعه كده ان هو 15 حلقه بيتعرض كل يوم من الحد للخميس. فكرك ليه انا ما دخلتش جراحه رغم ان انا كان نفسي فيها جدا؟ المسلسل عكس توقعاتي، تخيلت ان هم مقلدين مسلسل ER الاجنبي، بس لا، هو في كذا خط كده ماشيين فيه في المسلسل. اي حد فيكم شاف دكتوره التخدير الجديده؟ يعني انا تايهه بصراحه شويه، مش عارفه الخازوق هيطلع منين من قصه الدكتوره دعاء اللي عاملاها سلمى ابو ضيف. بجد بحب تمثيلها جدا، اللي هو تحس ان هو طبيعي السهل الممتنع. انا اسمي الدكتوره دعاء، انا اللي هخدرك النهارده ان شاء الله. من ناحيه تانية بنشوف قصه الدكتور عزازي اللي عايز تديله بوكسين في وشه. قولوا اللي انتوا عاوزينه، كده كده مش هتطول معانا. دياب بجد انا بشوف ان هو ممثل تقيل جدا، مش عارفه اقتنع بيه بصراحه كمغني تسألي عليا من كتر ما انا شايفاه ممثل خطير ملوش حل. اسمح لي، يعني هي الدكتوره هتقدر تشيل معانا الشغل؟ علا رشدي عامله دور مش لايق على شخصيتها خالص، بس لا يمكن تشك اللحظه ان هي مش دكتوره. عامله الدور حلو قوي، وبحب اشوف تعبيرات وشها وخصوصا وهي منفسنه. سبحان الله، أرزاق. انا وصلت تقريبا لتلت المسلسل حلو ويشد، بس يلا بقى عايزه اعرف هو هيروح بينا على فين. استفزني موضوع عقار الحقيقه ده، فعملت سيرش سريع كده، اتاكدت ان فعلا في حاجه اسمها بنج الحقيقه. هو مش دواء سحري بيخليك تقول الحقيقه، بس هو مخدر طبي بجرعات قليله جدا بتبطئ الجهاز العصبي المركزي، فبيلغي قدرتك على الابتكار والتاليف، وساعتها بيكون الكلام اللي بيتقال هو كلام حقيقي جدا متخزن في الذاكره. فممكن اخمن ان الدكتوره دعاء او سلمى ابو طيف هتسمع حاجه من مريض وهو تحت تاثير البنج، فهتفضل تفتش وراه وتكتشف حاجات، وده الخط اللي هيكمل معانا الاحداث في المسلسل. هنشوف.